شايف الكيس ده؟ ده كيلو سكر، وانت ممكن تبقى بتشربه بس مش كل شهر، في الاسبوع. طب ازاي وليه؟ ولو بطلت اشربه يا ترى ممكن يأثر على صحتي ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقة الثانية من اللي محدش بيقولهولك. بص يا معلم، انا مش هكلمك عن السكريات اللي في التشيز كيك والحلويات والكلام الجميل اللي بناكله كل يوم. انا هكلمك عن المشروبات اللي بتشربها، كوباية القهوة الصبح، الشاي اللي بتحبس بيه بعد الأكل. فتعال نحسبها مع بعض. حد زي حالاتنا كده بيشرب 4 قهوة في اليوم وكوباية شاي وواحدة آيس كوفي. لو بيحط على كل مشروب من اللي بيشربه معلقتين سكر، معلقة السكر فيها 12 جرام ونص، يعني المشروب الواحد فيه حوالي 25 جرام. لو بتشرب 6 مشروبات في اليوم، أنا عارف إن ده رقم ممكن يبقى زيادة شوية، في ناس أكيد بتشرب أقل من كده، بس يعني هنحسبها على 6. بنتكلم في 150 جرام سكر في اليوم. طب أنت أصلا آخرك كام؟ منظمة الصحة العالمية بتقول آخرك 50 جرام سكر في اليوم. أنت 3 أضعاف الرقم ده. واحسب بقى، يعني انت لو بتشرب 4 مشروبات يبقى انت بتحط معلقتين سكر، فانت معاك 100 جرام دبل. لو بتشرب مشروبين، كوبايه قهوه الصبح وكوبايه شاي بالليل، فانت يعني يا دوبك على ال 50 جرام. هتجيبها كده تجيلها كده هي كده. طب الكلام دوت لو بتشرب 6 مشروبات على مدار اليوم، 150 جرام سكر. ما تيجي نجري بالزمن كده لحد ما يعدي سنه، عارف هتبقى واخد قد ايه سكر؟ 55 كيلو. اكتر من شكاره شاربها لوحدك يا معلم على مدار السنه وانت اصلا مش حاسبها. يعني والاسم ان انت واخدها بتحلي بيها المشروبات، وكفلوس يعني دافع فوق ال 2000 جنيه علشان شكاره السكر اللي انت بتحلي بيها مشروباتك. وعارف لو بطلت معلقتين السكر دول هتخس قد ايه في السنه؟ هقول لك الرقم في الاخر. طب ليه بقى محدش بيعرف يبطل السكر ده؟ وهو دي الحاجه اللي محدش بيقولها لك. المشكله عمرها ما كانت انك تلاقي بديل للسكر ده. انت لسانك اتعود على الحلاوه دي، حلاوه المعلقتين والتلاته والاربعه. اقل من كده مش هيحس بطعم الحاجه. ويجي واحد يقول لي طب يا دكتور انا بطلت على فكره السكريات ما بين يوم وليله وتمام. اقول له يا باشا قول لي بطلتها كام يوم ورجعت لها تاني؟ ما انت هتبطل حاجه مره واحده، هتقعد يومين ثلاثه وترجع لها تاني اكتر من الاول. هو جسمك متصمم كده. انت مش بتحارب حاجه بسيطه، انت بتحارب عاده فيك بقالها سنين. انما اللي بيشتغل بقى حاجه تانية خالص. لسانك لما بيجي عليه الاكل بيبعت اشارات لمخك يحسسه بطعم الاكل ده. وانت وعلى ما تعوده، عودته على معلقه، على 2، على نص، بيتعود عليها. فبدل ما تقطع عنه السكر مره واحده او تبدا تشوف اي حاجه تانية، قلل. بدل ما هم معلقتين خليهم معلقه ونص على مدار اسبوعين. وجرب الاسبوعين اللي بعدهم خليهم معلقه، نص معلقه في الاسبوع. تعالى بعد شهرين هتبقى يعتبر لو مشينا نص معلقه في الاسبوع تبقى ما بتحطش سكر او بتحط حاجه صغيره. لو دقت اللي بتشربه ان كان شاي او قهوه وما قلتش انه شربات، يبقى ليك حق. انت ما غيرتش الشاي، انت غيرت لسانك. ولو جربت الاستيفيا قبل كده وما عجبتكش عشان المراره بتاعتها، خلي بالك دي حاجه خاصه بالاستيفيا بس هي بتعمل كده. مش كل البدايل بتاعت السكر بتعمل كده، في بدايل تانية كتير زي السكرالوز مثلا ما بيعملش كده. فتقدر تستخدم بدايل تانية لو يعني حابب، بس لو قللت صدقني مش هتحس بفرق كبير. نيجي بقى للرقم. مش عايزك تحسبها 150 جرام سكر بس. 150 جرام سكر ب580 كالوري. هتحسبها وتدخلها في معادلاتك وحاجاتك ان ال 7700 كالوري بتقلل كيلو دهون. هتلاقيها بالحسبة هتطلع انك اخر السنة هتخس 28 كيلو لو بطلت معلقتين السكر دول. بس ارجع اقول لك جسمك مش آلة حاسبة. جسمك هيحس ان انت منعت عنه حاجة او قللت عنه حاجة هيبدأ يقاوم. فالرقم اللي رياليستيك شوية 17 كيلو. وحش؟ وحش انك تبطل معلقتين السكر اللي بتحطهم عشان تلاقي نفسك لوحدك من غير دايت من غير اي حاجه خسيت اخر السنه 17 كيلو. وعامه انا عندي فضول، انتوا بتحطوا كام معلقه؟ لان انا بسمع ارقام غريبه، في ناس بتحط 4 و5 و6 معالق سكر، فقولوا لي في الكومنتس. ولو تعرف حد من الناس اللي بيحطوا 3 بلس 3 معالق وانت طالع، ما تنساش تبعت له الفيديو ده.
ولو عايزني كل اسبوع اخد حاجه بناخدها في حياتنا العاديه واقول لك عنها اللي ما حدش بيقوله لك، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتتابعني.